تقدم رئيس المركز اللبناني لتطبيق القانون المحامي طارق شندب بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا لارتكابه جرائم تأليف عصابة مسلحة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في لبنان واغتيالات بواسطة المتفجرات وإثارة الاقتتال الطائفي. وأوضح الإخبار أن الاعترافات التي أدلى بها النائب والوزير السابق الموقوف ميشيل سميحة بيّنت بصورة لا لبس فيها أن بشار الأسد هو صاحب الدور الرئيس في إعطاء الأمر والتحضير لهذه الجرائم، مؤكدا أنه لا يجوز الدفع بحصانة الأسد لكونه رئيسا للجمهورية العربية السورية باعتبار أنه ارتكب جرما مشهودا ولا حصانات في الجرم المشهود. وخلص المحامي شندب إلى الطلب من النيابة العامة التمييزية إحالة هذا الإخبار تبعا للدعوى القائمة أمام القضاء العسكري بحق ميشيل سميحة واللواء السوري علي المملوك، والطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الادعاء على بشار الأسد بالجرائم المذكورة أعلاه.